السلام عليكم. نتكلم في موضوع حصل امبارح خصوصا بعد ما نادي الزمالك رجع في قراره ولعب مباراة سيراميكا. جوميز بقى المدير الفني نادي الزمالك طلع بتصريح غريب جدا بقى وقال ان نادي الزمالك ما زال في المنافسة. طيب يعني انا بستغرب حتى يعني ازاي بيفكر ان هو يحاول يلعب بعقول جماهير نادي الزمالك بحسبة بسيطة صغيرة. انا بقى مش هتكلم انا هتكلم كمان او المنافسة هتبقى بين الاهلي، لا المنافسة هتكون مع بيراميدز اللي هو المفروض ان حاليا لغاية دلوقتي متصدر البطولة بطولة الدوري لغاية ما النادي الاهلي يلعب مؤجلاته. طيب بيراميدز لعب كام مباراة بقى؟ لعب 26 مباراة ب 63 نقطة. الزمالك لعب كام مباراة بقى؟ لعب 22 مباراة، أقل 4 مباريات عن بيراميدز وعنده 37 نقطة. طيب ده كمان عنده 37 نقطة ولسه ما اتخصمش منه ست نقط بتاعت ماتش الأهلي، يعني ال3 نقط الهزيمة كمان ال3 نقط اللي هتخصموا منه نهايه الموسم، يعني كمان في 6 نقط يبقى هيرجع ل 31 نقطه. طيب لو اتخصموا من الزمالك يبقى قلنا هيبقى 31 نقطه. الفرق بينه وبين بيراميدز في حاله ان الزمالك هيكسب المباريات بتاعته كلها 20 نقطه. بمعنى بقى ان الزمالك عايز بيراميدز يخسر، فاضل له 11 ماتش على الاقل يخسر منهم 7 ماتشات ويفوز ب5. ودي طبعا يعني في الدوري ده مستحيل لان بيراميدز ماشي بخطه ثابته، لكن مش عاوزين ننسى انا لغايه دلوقتي ما دخلتش الاهلي في الحسبه، انا بتكلم على بيراميدز. يعني هو عايز بيراميدز يخسر 20 نقطه، ودي من المستحيل ان بيراميدز يخسر 20 نقطه، بالرغم برضو ان كل حاجه وارده لكن في عالم كره القدم، لكن ان بيراميدز يخسر 20 نقطه من الماتشات اللي متبقيه له هتبقى صعبه جدا جدا، معادله مستحيله. طيب المدير الفني هنا بتاع نادي الزمالك مستر جوميز بيلعب بمشاعر جماهير الزمالك، بدأ ان هو كمان يمشي على الخط او زي المتحدث باسم نادي الزمالك ما بدأ برضه امبارح لما الدنيا هاجت عليه والناس بدأت تتكلم، قال ان احنا ما كانش المقصود النادي الاهلي بمباراه، بدليل ان احنا لعبنا نادي سيراميكا. امال انت كان مين المقصود؟ من البدايه خليك صريح في تصريحاتك، خليك واضح وضوح الشمس. انت عملت كده مش عايز تلاعب النادي الاهلي. ان الاتحاد المصري بذل في خلال الساعات اللي فاتت دي مجهود كبير جدا وجبار عشان خاطر يمد فتره القيد في الاتحاد الافريقي عشان يقدر نادي الزمالك يوفق اوضاعه ويدفع الغرامات اللي عليه، وبالتالي يقدر يلعب في الكونفدراليه. وبالتالي الاتحاد الافريقي وافق واجل الموضوع ليوم 5 تقريبا او 7 من الشهر ده، يكون نادي الزمالك وفق اوضاعه ودفع خصوصا بتاعه خالد بوطيب. يطلع بعدها بقى كمان مين؟ المتحدث باسم نادي الزمالك بيشكر مين بقى؟ وليد العطار على مجهوده مع نادي الزمالك مع الاتحاد الافريقي. وليد العطار ده اللي هو السنه اللي قبل اللي فاتت خبى جواب الاتحاد الافريقي عن النادي الاهلي في النهائي الافريقي مع الوداد. وليد العطار اللي وقف ضد مصلحه النادي الاهلي في النهائي كان سبب رئيسي في ضياع البطوله الافريقيه من النادي الاهلي وانها ما تتلعبش هنا في القاهره. ده بقى للاسف الشديد حال الكره في مصر، وبيرجعوا بعد كده بيزعلوا وبيقولوا ان الاهلي نادي الدوله والاتحاد بيساعده والاتحاد الافريقي بيساعده والاتحاد، محدش بيساعد حد. النادي الاهلي بيساعد نفسه بقوته ببطولاته بجماهيره بلاعيبته بادارته.
النادي الاهلي بيساعد نفسه، النادي الاهلي ما بينتظرش مساعده من الاخرين زي الباقي. نرجع لمرجوعنا سريعا. طيب ده بيراميدز. طب الاهلي ايه؟ الاهلي لو فاز المباراه اللي باقيه هنقول للكل بما فيهم بيراميدز شكرا. الدوري في الجزيره كالعاده، وهيبقى بطوله غاليه جدا للنادي الاهلي وجماهيره، رغم المشاكل الكتيره اللي واجهها النادي الاهلي، رغم الضغوط اللي حصلت على لعيبه النادي الاهلي وادارته والمدير الفني ومجلس ادارته، الا ان الاهلي كان عند الموعد، وان شاء الله يكون الدوري في الجزيره.